سيادنا السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم سيادنا غنتطرقوا فيه لمغاربة العالم، او بعبارة اخرى المغاربة اللي عايشين خارج بلادنا المغرب. فين كيتواجدوا خوتنا وعلاش كيهاجروا بلادهم المغرب؟ خاصكم تعرفوا سيادنا واحد القضية، هو ان المغاربة اللي عايشين خارج بلادهم الام اللي هو المغرب كيتوزعوا على أكثر من 100 دولة في مختلف ربوع العالم. وإلا كان سيادنا العامل الاجتماعي هو المحرك الأساسي لهجرة المغاربة بالخصوص نحو الوجهة الأوروبية، فالكفاءات المغربية كتفضل الوجهتين الأمريكية والكندية. وخصكم تعرفوا واحد القضية أو واحد الحاجة، هو أن مغاربة المهجر كيلعبوا دور كبير في التوازنات الماكرو اقتصادية المغربية، وكيشكلوا المهاجرون المغاربة قوة بشرية واقتصادية اللي كتساهم في استقرار وتنمية المملكة. إلا أن التحويلات المالية ديالهم ما زالت كتنطوي على تحديات كبرى. كيتوزعوا مغاربة العالم على ما يصل ل 100 دولة بعدد اللي كيتراوح ما بين 6 و 6.5 مليون شخص، من بينهم 5.1 مليون مغربي مسجلين لدى شبكات قنصليات المملكة، وكيضاف لهم المغاربة اللي تزادوا في المغرب والمقيمون بالخارج، أو المغاربة أو مزدوجي الجنسية المزدادون والمقيمون بالخارج اللي كيحملوا أحد الوالدين ديالهم أو والديهم بزوج الجنسية المغربية. هذا الشيء اللي كنقوله سيادنا حسب أرقام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وبالنظر أسيادنا لخريطة العالم كيتأكد أن أوروبا كتبقى هي الوجهة الأولى والمفضلة للمغاربة، بحيث يوجد 89% منهم أي من خوتنا المغاربة اللي عايشين في أوروبا. بالرغم من أن فرنسا كتضم تبارك الله أكبر عدد من المغاربة اللي مقيمين بالخارج بأكثر من مليون شخص في حدود سنة 2020، إلا أن تقرير حديث كيظهر بأن وتيرة الهجرة ديال المغاربة للجارة الإسبانية باتت هي الأعلى ما بين سنة 1990 و 2020 بنسبة اللي كتناهز 500%. هذا الشيء ما بين 1990 و 2020 أي 30 عام. من بعد إسبانيا كتجي أمريكا الشمالية، بحيث بلغات النسبة ديال نمو عدد أو أعداد المهاجرين المغاربة نحو الولايات المتحدة الأمريكية لحوالي 400%. تليها كندا بنسبة 350%. كيف قلنا أكبر نسبة أو أعلى نسبة لهجرة المغاربة هي الإسبانيا، وكتبعها أمريكا الشمالية وكندا، عاد كتجي إيطاليا ودول الخليج والبلدان الإسكندنافية خصوصا النرويج والسويد. وحسب دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فموجات الهجرة المغربية كتنقسم ل3 مراحل اللي هي أساسية. المرحلة الأولى هي مرحلة عالمية اللي كانت ما بين 1965 و 1985، وهمات المناطق المنجمية وقطاعات صناعة السيارات والبناء والأشغال العمومية. وهذه الموجة كانت في جزء كبير منها باتفاقيات العمل المبرمة مع فرنسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا. والإشارة سيادنا بالنسبة لهذه البلدان اللي ذكرت كتضم حوالي 55% من مغاربة العالم. أما المرحلة الثانية فامتدت من 1985 حتى 2000، وارتبطت أساسا بالنشاط الفلاحي وهمت بلدان أوروبية جديدة خصوصا إيطاليا وإسبانيا. أما الموجة الثالثة فابتدأت مع مستهل الألفية الثالثة وما زالت مستمرة حتى الآن، وكتشتمل على الهجرة العمالية والفلاحية، وكتشتمل أيضا على هجرة الكفاءات، وكتميز على وجه الخصوص باستهدافها لوجهات جديدة في حل أمريكا الشمالية ودول الخليج. وفقا للأرقام المندوبية السامية للتخطيط، فحوالي 78% من المغاربة المقيمين حاليا بالخارج غادروا المغرب في الفترة ما بين 2000 و 2018، فيما 24% منهم غادروا البلاد منذ سنة 2015. وفق إحصائيات شعبة السكان بالأمم المتحدة، فالمتوسط السنوي لعدد المهاجرين المغاربة خلال 30 سنة الأخيرة أي ما بين 1990 و 2020 بلغ 50,000 شخص. وفي المجمل سيادنا
فنصف المغاربه اي بنسبه 53.3% قرروا المغادره ديال الوطن ديالهم بحثا عن فرص الشغل وتحسين الظروف المعيشيه ديالهم والتمدرس ديال ابنائهم وبناء مستقبل ديالهم، في حين ان السبب وراء هجره 24% منهم هو الرغبه في مواصله الدراسه والتكوين. وكيبقى الخمس من المغاربه هما اللي هاجروا من اجل الزواج او التجمع العائلي. هذا الشيء اللي كنقول سيادنا حسب الدراسه المذكوره. ومع ذلك فتدفقات الهجره في المرحله الراهنه بدات كتحكم فيها عوالم جديده، خصوصا التغيير المناخي بوصفه عامل مؤثر اللي كيفاقم الهشاشه الاجتماعيه في المناطق اللي كتعاني من دوريه الجفاف والظواهر المناخيه القصوى، اللي من شأنه انه يزيد من حده الهجره القرويه والهجره نحو الخارج. وما زالت المؤشرات كتظهر بان العاملين الاجتماعي والاقتصادي كيلعبوا دور كبير او دور محوري في هجره المغاربه، بحيث بين استطلاع البارومتر العربي اللي كيغطي الفتره ما بين 2021 و 2022 ان 34% من المغاربه صرحوا على انهم كيفكروا في الهجره، و53% منهم اكدوا على انهم ما كيمانعوش الهجره حتى في غياب الوثائق القانونيه. من جانب اخر سيادنا، فالجاليه المغربيه بالخارج كتصف بكونها ساكنه شابه في الغالبيه ديالها، بحيث ان 60% من المغاربه ديال العالم كتراوح الاعمار ديالهم ما بين 15 و 39 سنه. وإلا تشكلت سيادنا افواج المهاجرين المغاربه في الماضي من الرجال اساسا، فخصك تعرف ان المراه باتت كتمثل اليوم 44% من مجموع المهاجرين. هذه النسبه تكونت في بادئ الامر بفضل اليه التجمع العائلي قبل ان تصبح ثمره هجره نسائيه مستقله. اجي دابا سيادنا ندوزو للوجهه المفضله للكفاءات المغربيه، اي فين كيفضلوا المغاربه اللي عندهم كفاءات يتوجهوا، او اين دول كيفضلوها. المغاربه سيادنا اللي عندهم كفاءات كيفضلوا زوج ديال الدول اللي هي الوجهه المفضله عندهم، كندا والولايات المتحده الامريكيه. ومن ناحيه التعليميه بينات دراسه على ان المغاربه ديال العالم كيتوفروا على مستوى تعليمي اعلى من النسبه المتوسطه المسجله لدى ساكنه المغرب، بحيث ان اكثر من الثلث عندهم مستوى تعليمي عالي بنسبه اللي كتوصل 33.5%. اما النسبه الاعلى كتسجل اسيادنا في صفوف النساء بنسبه 44.7%، وكيتوفروا ثلث المغاربه على المستوى الثانوي بنسبه اللي كتقدر ب 37.7%، فيما كتبلغ نسبه المتوفرين منهم على المستوى الابتدائي 16%. هنا اسيادنا كنشوفوا ان الملامح البارزه لهجره المغاربه هي ان الكفاءات المغربيه ذات التكوين العالي اصبحت كتتجه لكندا والولايات المتحده الامريكيه اكثر من اقبالها على باقي الوجهات التقليديه اللي هي فرنسا وبلجيكا وهولندا والمانيا. ومن جانب اخر، فإذا كان المهاجرون المغاربه يحظون بمكانه خاصه عن المغرب باعتبارهم اولا وقبل كل شيء مواطنين، فراه كيلعبوا دور بالغ الاهميه في الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات الماليه اللي فاقت مع النهايه ديال السنه الماضيه ما يناهز 100 مليار درهم، في حين بلغات حتى اليونيو 55.3 مليار درهم، وهو ما كيشكل نسبه مهمه من الناتج الداخلي الخام. ومع ذلك حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أن الطابع الهيكلي للمساهمات الجالية في التوازن الماكرو اقتصادي للمغرب كينطوي على تحديات كبرى. هاد التدفقات المالية وآفاق التطور ديالها كتصطدم بمخاطر الاستدامة، بالخصوص في ضوء شدة الصدمات الاقتصادية وتواليها، كما أنه كيتعين التساؤل عن مدى قدرة المغرب على توجيه تلك التحويلات نحو أنشطة إنتاجية واستثمارات طويلة الأمد. اما اسيادنا من ناحيه ديال الاستثمارات، فالوزيره ديال اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه كشفات في يوليوز الماضي في مجلس المستشارين على ان 70% من استثمارات افراد الجاليه المغربيه مرتبطه بالعقار. هنا سيادنا كنكتفيو بهذا الفيديو اللي تكلمت فيه على خوتنا المغاربه اللي عايشين خارج بلادهم المغرب وفين كيتواجدوا وعلاش كيهاجروا بلادهم المغرب. كنتمنى تكون الحلقه سيادنا نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساش الاعجاب بالفيديو الا عجبك الفيديو بطبيعه الحال،
والاشتراك بالقناة باش يوصلك كل فيديو جديد ومفيد. السلام عليكم.